ازيكم يا حبايبي؟ النهارده ان شاء الله هعمل كيكه الرواني بطريقه حلوه قوي ومقادير مظبوطه وطعمها جامد جدا. تعالوا معايا كوبايتين من السكر ونص لتر من الميه. انا هعمل الشربات في الاول وهقلبه كده بسيط، وبعد كده هسيبه على النار وهحط دلوقتي شريحتين من الليمون وبعد كده هسيبه يغلي وهسيبه 7 دقايق بعد الغليان. بعد كده هعمل الخليط بتاع الرواني: 4 بيضات، كوباية من السكر، رشة من الفانيليا او ربع معلقة، وهضرب كويس. ممكن الخطوة دي تعمليها في الخلاط عادي. وبعد كده هنزل بالزيت بالتدريج بكوباية زيت برضو، زي ما انتوا شايفين كده. وبعد كده هنزل بعلبة الزبادي، وهضرب عشان الخليط يبقى ناعم وهش. وبعد كده انا معايا كوباية من الدقيق وكوباية من السميد. هنخل الدقيق دلوقتي دي كوباية من الدقيق. وبعد كده هضيف كوباية من السميد، وبعد كده هضيف معلقة كبيرة من البيكنج باودر، بعد كده خلاص جهزت معايا، مش بتاخد وقت خالص. بعد كده اكون انا مسخنه الفرن. دهن الصينيه كده بسمنه، وبعد كده هحطها في فرن على 175. هتاخد معاكي من 30 ل35. وبطلعها من الفرن بسيبها 3 دقايق ترتاح، وبعد كده بسقيها بالشربات البارد، الشربات دافي. وبالهنا والشفا، طعمها وريحتها جامده جدا. شايفين اللون والجمال؟ وهترشي كده يعني بسيط من جوز الهند عليها. عايزه تحط حط، مش عايزه خلاص. طبعا لسه سخنه، انا قطعتها وهي سخنه. انت استنى على لما تبرد خالص. المفروض ما اقطعهاش وهي سخنه.
ازيكم يا حبايبي؟ النهارده ان شاء الله هعمل طاسة الفراخ بالصلصة والبصل، حاجة كده خيال، طعمها جميل جدا جدا جدا. تعالوا معايا. حطيت طاسة على النار كده وسبتها تسخن، ونزلت بشوية زيت، ونزلت بكمية البصل اللي انتوا شايفينها. البصل لازم يكون مقطع كده، والبصل الكمية اللي انت عايزة تحطيها حطيها 4 5. وهقلبهم كده وهسيبهم يتحمروا مش يتحرقوا زي كده بالظبط. وبعد كده هنزل بكام فص من الثوم. يا دوبك هقلب ريحة التوم تطلع. هنزل بمعلقة كبيرة من الصلصة، معلقة بس، وهتشوفوا الجمال. وهقلب البصل كويس مع الصلصة ومع التوم. وبعد كده هنزل بالتوابل بتاعتي. توابل بسيطة بس حلوة قوي، طعمها جميل جدا. وكله في طاسة واحدة، مش هتتعبي ولا تسلقي ولا تحمري ولا تشوي. بعد كده هنزل بالتوابل اللي انتوا شايفينها دي: فلفل اسود، بابريكا، ملح، كزبرة، عود قرفة، لورا. هقلبهم كويس برضو معاهم كله مع بعضه كده. وبعد كده هنزل بنص كوباية مية، هسيبها تغلي شوية. وبعد كده هنزل بالفراخ بتاعتي. طبعا كمية الفراخ دي حسب الرغبة، نص فرخة، فرخة، وركين، اي حاجة. وبتسيبيهم كده يعني على نار متوسطة. عايزة الصلصة تبقى معاكي كتيرة، يعني حطي، انا حطيت يعني حطيت مية تاني، حطيت حوالي يعني كله على بعضه انا حطيت كوباية مية. بس انت لو عايزة الصلصة اكتر زودي لحد كوباية ونص معاكي. وبالهنا والشفا. ريحتها جميلة جدا جدا، طعمها روعة، روعة قوي. وبعد ما خلصت خلاص، وبالهنا والشفا. ازيكم يا حبايبي؟ النهارده ان شاء الله هعمل القراقيش، قراقيش السمسم. حلوة قوي، طعمها جميل، اقتصادية، مقاديرها موجودة في اي بيت، نقدر نعملها في اي وقت، سهلة جدا. معايا نص كوباية من السكر، نص كوباية من الزيت، نص كوباية من اللبن. وهقلب الخليط ده كويس بالمضرب عشان السكر يدوب. انا مستعمله النهارده الكوبايات المعياريه، لو ما عندكيش استعملي اي كوبايه هيتعاير بيها كل حاجه.
ومعايا كوبايتين من الدقيق. شايفين المقادير سهلة ازاي، حلوة قوي، طعمها يعني مدي على بسكوت، مدي على السمسمية بتاعت مولد النبي، لا طعمها خطير وحاجة سهلة. هناخدها مع كوباية شاي، مع كوباية لبن، ومعايا معلقة صغيرة من البيكنج باودر. هلم الخليط الاول كده بالمضرب زي ما انتوا شايفين، وبعد كده يعني هلم بايدي بس مش عجين. انزل، انا خدت مني الكوبايتين، كوبايتين الدقيق كلهم. انت حط بالتدريج احسن. في المرحلة دي هلم بايدي خلاص زي ما انتوا شايفين كده، وهشكل بمعلقة عشان يبقوا كلهم مقاس واحد. تشكيل سهل جدا، الشكل اللي انت عايزاه يعني اعمليه. انا بعمل شكل كده اسطواني، وبعد كده احطه في السمسم المحمص، هدوس عليه عشان السمسم يمسك فيه. ريحته يعني ما تصوريش ريحته في الشقة وهو بيتخبز، ريحته جميلة قوي وطعمه اجمل، وجربوه وشوفوه. ارص في الصاج كده. الفرن طبعا مسخناها قبل ما اعمل اي حاجة على 180، بياخد حوالي 20-25 دقيقة. اول ما تلاقيه نشف كده واحمر خلاص. ولو عايزاه مقرمش قوي قوي قوي، يعني بتحط بعد ما الفرن خلصتي خلاص، تطفي الفرن وتحطوه في الفرن وتسيبيه لغايه ما الفرن تبرد، بيبقى مقرمش معاكي قوي. وبالهنا والشفا. ازيكم يا حبايبي؟ النهارده ان شاء الله هعمل كوكيز الكاكاو الروسي بطريقه حلوه قوي، طبعا هو مشهور وجميل جدا. تعالوا معايا. معايا 3/4 كوبايه كاكاو، هنخلها كويس، كاكاو خام. وبعد كده هنزل معاه بنص كوبايه سكر، وهقلبهم مع بعض الاتنين. نص كوبايه سكر عادي، وهقلب كله مع بعض. كوكيز جميل جدا، طعمه روعة، وجربوا وشوفوا. وبعد كده هنزل بربع كوبايه من الزيت، مقاديره سهله جدا. وهقلب، وبعد كده هنزل ب2 بيضة عادي، انزلي بالاتنين مرة واحدة. في الوقت ده هحط رشة فانيليا بس ما تصورتش، وهضرب بالمضرب كده. وبعد كده هنزل بالبيضة التانية، طبعا انزلي عادي بالاتنين مرة واحدة عادي.
وهضرب، وبعد كده هنزل بكوباية من الدقيق ومعلقة صغيرة من البيكنج باودر. مقاديره كده خلاص خلصت. ورشة الملح، دلوقتي هنزل بالبيكنج باودر معلقة صغيرة، وهنزل برشة ملح بسيطة، وبعد كده هلمهم بالمعلقة مش هعجن. وبعد كده بعد ما اخلص كده هغطيهم وهسيبه يريح في التلاجة حوالي ساعة او في الفريزر يعني عادي، عشان اعرف اشتغل فيه. بعد الساعة خلاص. ده سكر بودرة، ودي المعلقة المعيارية الكبيرة عشان الكور كلها تبقى قد بعض. هكورها كويس، وبعد كده هنزلها في السكر البودرة. عايزة تحطي شوكولات شيبس جواها براحتك، ده اختياري. مش عايزة ما تحطيش، انا ما حطيتش في كله يعني. وبعد كده تحطي في الصاج او الصينية، وتضغطي ضغطة بسيطة خالص زي ما انت شايفة كده، وهتدخليه على فرن يعني 180 لمدة 12 دقيقة، ما بياخدش اكتر من كده. وبالهنا والشفا. ازيكم يا حبايبي؟ النهارده ان شاء الله هعمل الطاجن الجميل، الطاجن القمر اللي انتوا شايفينه، طاجن الكبده بالبصل. تعالوا معايا، مقاديره سهله جدا وحلوه قوي قوي قوي. هنزل في الهون كده بمعلقه كبيره من الكزبره الحب ورشه ملح وكام فص من الثوم زي ما انتوا شايفين كده، وهدقهم كويس مع بعض. وهنزل بمعلقه خل، وهنزل دلوقتي بفلفل حار وفلفل رومي مع بعض الاتنين، هدقهم كويس مع بعض. زي ما انتوا شايفين كده الدقة دي ريحتها حلوة قوي قوي قوي، يعني هي كده من غير اي حاجة ريحتها جميلة. في الطاسة بتاعتي نزلت بسمنة، وهنزل بلية، لان اي طاجن في الدنيا بيحلى باللية، طعمه بيبقى حلو قوي وريحته جميلة جدا. هقلبهم كويس مع بعض. وبعد كده هنزل بالدقة بتاعتي الحلوة اللي عملناها دلوقتي، اللي ريحتها قلب الشقة خالص، وهقلبهم مع بعض برضو شوية. ودلوقتي بقى هنزل بالكبدة، هديها صدمة بس مش هسويها، يعني هديها يعني هيتغير لونها بس، وهشيلها على جنب وهنكمل بعد كده.
شايفين لونها بيتغير ازاي؟ انا عايزه لونها بس يتغير، ما تستويش ولا اي حاجه. بعد كده شلتها على جنب خلاص. دلوقتي هنزل، كانت السمنه بتاعتي قليله شويه، نزلت بحته سمنه تاني. وبعد كده نزلت بالبصل بتاعي، دول 4 بصلات كبار، واقلبهم كويس لحد ما يتبلوا خالص. وبعد كده هنزل بالتوابل بتاعتي، كزبره ناشفه، ملح، فلفل اسود، 7 بهارات. وهنزل بباقي الفلفل، انا خدت شويه صغيرين اللي هم ايه دقيتهم مع التوم. وادي باقي الفلفل. يا جماعه متتصوروش الريحه عامله ازاي. رجعت الكبده تاني للبصل والتوابل والحاجات عشان ياخدوا كلهم من طعم بعض. وبعد كده هفضيها في الطاجن، ما حطش اي حاجه عليهم ولا ميه ولا اي حاجه. حطها في الطاجن وبالهنا والشفا. واسهل طاجن واحلى طاجن. شايفين الجمال والحلاوه. ازيكم يا حبايبي؟ النهارده ان شاء الله هعمل خبز السمسم المقلي بطريقه حلوه قوي سهله قوي، وانتوا شايفين الجمال والحلاوه، وطريقته سهله ومقاديره موجوده في كل بيت. تعالوا معايا. معايا 5 كوبايات من الدقيق، وربع معلقه صغيره من الملح، ومعايا معلقه كبيره من الخميره، ومعايا كوبايتين الا ربع من اللبن، ومعلقتين كبار من السكر. لو عايزه تحط ميه مكان اللبن مفيش مشكله، ولو عايزه تحط ميه ولبن عادي برضو. وهقلب السكر مع اللبن، اللبن دافي. وهنزل على الدقيق بتاعي كده والخميره والملح. مقاديره سهله جدا بس طعمه جربي وشوفي. هسيبه يختمر ساعه. هغطيه كويس. بعد الساعه خلاص هرش دقيق. وبعد كده هفرد العجين وهقطعه على 6 كور. زي ما انتوا شايفين كده، طريقة سهلة وجميلة وطعمه فوق الوصف بصراحة. هكورها كده. معايا دلوقتي لبن عادي مفيهوش اي حاجة، ومعايا سمسم محمص. هنزل بالكورة في اللبن، اغطسها في اللبن كويس عشان السمسم يلزق فيها. وبعد كده اطلعها احطها في السمسم. بعد كده هفردها. ما تفردهاش، ما ترفعهاش، ما تخليهاش رفيعة، يعني خليها حلو، سمكها حلو زي كده بالظبط.
اهو، ما ترفعهاش قوي. وبالعجلة بتاعتك كده هتقسميها على 4، يعني كل كورة على 4، هيبقى مثلثات، عيش مثلثات زي ما انت شايفة كده. وهرصهم في اي صينية، اي صاج، اي تحتيه ورق زبدة، ما تحتوش ورق زبدة عادي، هو مش هيلزق. وهسيبه يرتاح نص ساعة تاني. بعد كده بسخن الزيت بتاعي على نار يعني مش واطية أوي، نار متوسطة، بس زيت سخن. لازم الزيت يكون سخن، لو الزيت بارد شوية هتشرب منك زيت وهتبقى مش حلوة. الزيت سخن على نار مش عالية أوي، نار متوسطة. وهقليه كده زي ما انتوا شايفين، وباخد من الزيت السخن كده عليه من فوق عشان يتنفخ معاكي. انتوا لو معايا وشمين الريحة حاجة فظيعة. شايفين الجمال والحلاوة وبتنفخ ازاي؟ وبياخدش وقت خالص على فكرة، خالص. يعني القلي بتاعه سريع جدا، وطعمه جميل 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 جميل. وهتحشيه بقى الحشوات اللي انت عايزاها، جبنة، نوتيلا، اي حاجة، بطاطس محمرة، اي حاجة عايزة تحشيه فيها. حلو قوي يعني بصراحة. وبالهنا والشفا. وعلى فكرة ما بيهبطش ولا حاجة، يعني بيقعد كده معاكي يعني يومين 3، بيقعد نفس يعني لغاية ما يخلص وهو نفس الانتفاخ ده. على فكرة ما بيشربش زيت خالص، الزيت اهو يعني زي ما هو، ما بيشربش زيت. والكمية ما شاء الله كتيرة. يعني حاجة بسيطة، مكونات بسيطة هتعملي الجمال ده كله. شايفين الجمال والحلاوة؟ والله الطعم حلو قوي قوي قوي. ازيكم يا حبايبي؟ النهاردة ان شاء الله هعمل العدس الباكستاني بطريقته الحلوة، بريحته الحلوة، بطعمه احلى طعم كلته في حياتي. تعالوا معايا. معايا بصلتين كبار، ومعايا 3 حبات من القوطة، ومعايا العدس كوباية ونص من العدس، انا غسلته ونقعته ربع ساعة. ودي ربع كوباية من الكزبرة الخضراء، ودي معلقة صغيرة من الكزبرة، ونص معلقة من الكركم. وانا بشتغل دلوقتي اقول لكم المقادير تاني. نزلت بزيت في الحلة سخن، نزلت ببصلتين، هسيبهم يتحمروا شوية يعني لون الذهبي كده. وبعد كده هنزل بمعلقة كبيرة من الثوم، ومعلقة كبيرة من الجنزبيل الفريش، وفلفل حامي قرن 1 أو 2. ما تخافيش، ده مقفول ما بيعملش حاجة، يعني مش هيبقى حراق. وهقلب كويس كده. وهنزل دلوقتي بالتوابل، دلوقتي التوابل بسيطة، في الآخر هكمل. هنزل بمعلقة صغيرة من الكزبرة الناشفة،
وهنزل بنص معلقة من الكركم، واقلب مع بعض كده. وهنزل ب3 حبات قوطة مقطعين زي ما انتوا شايفين كده، واقلب كده مع بعض لحد ما القوطة يعني تتهري معايا كده. وبعد كده هنزل بالعدس بتاعي، 1.5 كوباية من العدس، انا غسلته كويس ونقعته ربع ساعة. هنزل بيه دلوقتي. طبعا الكمية اللي انت عايزاها اعمليها. هقلب كده كله مع بعض، وهنزل بمعلقة صغيرة من الملح، وبعدين هظبط الملح بتاعي. معلقة صغيرة من الملح. هقلب كله، وبعد كده هغطي العدس بمية سخنة، وهسيبه على نار متوسطة لحد ما العدس يتهري خالص معايا. بس وسيبيه على نار متوسطة وغطيه. خلاص بعد ما العدس خلاص زي ما انتوا شايفين كده قل خالص واستوى معايا، استوى خالص دلوقتي خلاص. هنزل دلوقتي بربع كوباية من الكزبرة الخضراء، دي هتودي العدس في حتة تانية. هديهم غلوة كده مع بعض لحد ما اعمل الطشة. بعد كده معايا 3 معالق من الزبدة، وهنزل بمعلقة صغيرة من الكمون الحب. هقلبهم. وبعد كده معايا 3 فصوص من الثوم مقطعهم شرايح زي ما انتوا شايفين كده، هنزل بيهم. وبعد كده هحط قرن فلفل كده، قرن فلفل بس يعني مش طري، ده ناشف. لو ما عندكيش الناشف عادي ممكن تحط واحد عادي فلفل حار عادي. بعد كده معايا شطة، ما تخافوش مش بيبقى حراق أوي ولا حاجة. ممكن ما لو مش عايزه تحطي شطة حطي بابريكا. وهطش كده. انتوا مش شامين الريحة معايا؟ ريحة فظيعة، طعم فظيع، وهتجربوا وهتشوفوا. هنزل دلوقتي على العدس كده زي ما انتوا شايفين. شايفين الجمال والحلاوة. بعد كده هسيب معلقتين في الطاسة دول للتزيين. يا جماعة بجد احلى عدس كلته في حياتي. وادي الطبق بعد ما خلص خلاص، وبالهنا والشفا.
ازيكم يا حبايبي؟ النهاردة ان شاء الله هنعمل حاجة جميلة كلنا بنحبها، حاجة لذيذة، الكبدة الاسكندراني بالطشة. تعالوا معايا نشوف حكاية الطشة ايه. انا معايا نص كوباية من التوم، هحط عليها معلقة كبيرة من الكزبرة ومعلقة كبيرة من الكمون ومعلقة صغيرة من الملح وليمونة كبيرة وربع كوباية خل وهقلب الخليط كله مع بعضه كده. الدقة دي اللي هتقعد معاكي هتحتفظي بيها في الفريزر، هتحطيها في علبة، وكل ما تعملي حاجة تعملي سجق، مخ، جمبري، الكبدة هتحتاجيها تطلعيها وبعد كده هتاخدي منها. الدقة دي اللي بيعملوها بره، اللي هم بيعملوا الكبدة بتاعة الشارع دي وبتاعة المطاعم دي، الدقة اللي بيعملوها. هنزل بنص كوباية من المية زي ما انتوا شايفين كده، ونزلت بمعلقة صغيرة تاني كمون، يعني حطيت معلقتين صغيرين من الكمون. بمعلقتين صغيرين من الكمون، معلقة كبيرة من الكزبرة، معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، معلقة صغيرة من الملح، وخلاص على كده هي دي التوابل. خلاص هحطها على جنب دلوقتي اهي زي ما انتوا شايفين كده. بعد كده في طاسة على النار زيت سخن هنزل بالكبدة، لازم الزيت يكون سخن وانزل بالكبدة. وبعد كده من الدقة اللي احنا عملناها دلوقتي هنحط معلقتين كبار، نحط معلقتين كبار على الكبدة واقلبها كويس. انا حطيت معلقة وبعدين هحط معلقة تاني. في الوقت ده لو عايزة تنزلي بقى، يعني لو عايزة تحطي كزبرة تاني وعايزة تحطي كمون وفلفل اسود حطي، ومعلقة طبعا من ملح صغيرة برضو حطيها او نص معلقة. انا حطيت نص معلقة من الملح، حطيت شوية كزبرة تاني، حطيت شوية كمون، حطيت شوية فلفل اسود عليها كده وهي بتتقلب، بس متصورش. وبعد كده انا معايا فلفل حامي هنزل بيه دلوقتي. عايزة تحطي فلفل حامي وفلفل رومي براحتك، انا ما كانش عندي فلفل رومي حطيت فلفل حامي، بس هي احلى حاجة الفلفل الحامي بصراحة. وانا دلوقتي بعمل الطشة، حطيت شوية زيت، حطيت معلقة من الدقة اللي احنا عاملينها مع بعض دلوقتي، وهنزل عليهم بشوية خل صغيرين زي ما انتوا شايفين كده اهو. نزلت بالخل، دي الطشة بقى، الطشة اللي بتخلي ريحة الكبدة، يعني جربيها وشوفيها، حاجة ملهاش حل. هنزل على الكبدة كده، صراحة احلى كبدة. يعني الطشة شوية زيت صغيرين عليهم معلقة من الدقة دي،
وعليهم شوية من الخل، بس بطش بيهم الكبدة. وادي الكبدة بعد ما خلصت، وبالهنا والشفا. احلى كبدة واحلى طعم واحلى ريحة في الشقة كلها، زي الكبدة بتاعت بره بالظبط اللي احنا بنشمها واحنا ماشيين كده، وبتعجبنا قوي. هعمل سندوتشات. طبعا عندك طحينة، يعني يا ريت يكون عندك طحينة بقى، انا ما كانش عندي. حط بقدونس، تحط جرجير، حط اللي انت عايزاه في السندوتش. زي ما انتوا شايفين كده اطعم سندوتشات والله، وبالهنا والشفا. ازيكم يا حبايبي؟ النهارده ان شاء الله هعمل البسبوسه البيتي البسيطه اللي مكوناتها بسيطه واقتصاديه. تعالوا معايا. معايا نص كيلو من السميد الخشن، وعليه نص كوبايه سمنه سايحه. سمنه سايحه مش سخنه ولا اي حاجه. وهقلب كده السميد مع السمنه. وبعد كده دي كوبايه لبن، وهنزل بكوبايه وربع من السكر، وربع كوبايه من عسل النحل او شربات الحلويات التقيل. وهقلبهم كده مع بعض. بعد كده هروح لمقادير الشربات. معايا نص لتر من المية، ومعايا كوباية وربع من السكر، ومعايا معلقتين كبار من عسل الجلوكوز. ما عندكيش عسل الجلوكوز هيبقى كل المكونات. وهنحط نص ليمونة، وهنحط في الاخر خالص بعد ما نطفي عليه رشة فانيليا بس. بعد كده هنزل باللبن واقلب تقليب بالمعلقة بس، مش هعجن. ودهني صينية بالسمنة، دهنيها كويس، وانزلي بخليط البسبوسة كده زي ما انتوا شايفين، وهسويه كويس قوي. وفي الاخر هبل ايدي بالمية واسوي الصينية كلها واخبطها خبطتين. بسبوسة بسيطة ما فيهاش اي حاجة، ما فيهاش سمنة بلدي، ما فيهاش اي حاجة، يعني بسيطة جدا. لكن لو عايزين البسبوسة بتاعت بره اللي هي بتاعت الحلواني اللي هي بالسمنة البلدي وعسل الجلوكوز والحاجات دي، هتلاقوها في صندوق الوصف. يعني بسبوسة بره ما فيهاش نقاش. بعد كده زي ما انتوا شايفين كده انا بليت ايدي بالمية. بعد كده لو عايزة تحطي على وشها اي حاجة، عندك اي مكسرات حطي، عايزة تخليها سادة كده حط برضو بتبقى حلوة قوي. بعد كده هي سخنة لسه مطلعاها من الفرن، والشربات دافي. زي ما انتوا شايفين كده.
ازيكم يا حبايبي؟ النهارده ان شاء الله هنعمل الطاجن القمر، الطاجن الجميل، الطاجن اللي اي حد في الدنيا بيحبه، طاجن اللحمه بالبصل. تعالوا معايا هنشوف احنا هنعمله ازاي. معايا كميه لحمه واي قطعه من اللحمه هتنفع. معايا طاسه سخنه هنزل فيها بمعلقه سمنه كبيره، وبعد كده هنزل باللحمه على نار عاليه، مش هقلب. ما تقلبيش عشان اللحمه ما بتنزلش ميتها. انا عايزه اللحمه تتحمر 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 يعني. وبعد كده بنزل بالتوابل بتاعتي اللي هي معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، ومعلقة صغيرة من السبع بهارات، ورشة جوز الطيب، ورشة قرفة. دي التوابل بتاعته بتاعت الطاجن. وهقلب كده. خلاص، هقلب التوابل مع اللحمة. سيبيها تتحمر خالص. وبعد كده انا معايا مية بتغلي برضو، هنزل على اللحمة. هخلي اللحمة تستوي في المية دي، ومش هحط البصل دلوقتي خالص. احط البصل لما اللحمة تستوي. زي ما انتوا شايفين كده، دي رشة القرفة اللي في الاخر. وخلاص كده بزود مية، وبعد كده بسيب اللحمة تستوي خالص براحتها. وكل ما تحتاج مية يعني هشوفها استوت خلاص، ما استوتش هزود مية برضو سخنة. بعد كده هنزل بكمية البصل. كمية البصل دي بتاعتك انتي، 6 بصلات، 4 بصلات، 5 بصلات، مش هتفرق يعني. بس البصل حلو قوي قوي. انا حطيت 5 بصلات فيهم. وهقلب كده برضو اللحمة مع البصل مع التوابل بياخدوا طعم بعض. بعد كده هزود مية سخنة برضو تاني. هحط التوابل بتاعتي هي اللي انا حطيتها في الاول، بس رشة القرفة خلاص مش هحطها تاني. دلوقتي في المرحلة دي انا حطيت الملح. في الاول ما حطيناش ملح، دلوقتي حطينا الملح. بعد كده هنزل برضو بالمية اللي بتغلي زي ما انتوا شايفين كده، وهسيب اللحمة تستوي مع البصل. اخر مرحلة دي زي ما انتوا شايفين كده، اللحمة استوت خالص واتشربت من البصل وتقلت خالص. هنزلها دلوقتي في الطاجن، وهغطي الطاجن واحطه في الفرن. ومش هياخد معاك حوالي 10 دقايق 12 دقيقة بالكتير، عشان خلاص كل حاجة استوت. وألذ طاجن لحمة بالبصل هتاكلوه. بعد كده هغطيه زي ما انتوا شايفين كده. دايما حط الطاجن في اي صينية، عشان لما تيجي تسحبي ما تسحبيش الطاجن بس هيحرق ايدك، لكن الصينية بتطلعيها عادي. وبالهنا والشفا. وده بعد ما خلص الطاجن.
ازيكم يا حبايبي؟ النهارده ان شاء الله هعمل الدوناتس المحشي بطريقه حلوه قوي وسهله قوي، مكونات بسيطه. تعالوا معايا. معايا 3 كوبايات الا ربع من الدقيق، ومعايا نص معلقه كبيره من الخميره، ومعايا 4 معالق كبيره سكر، ومعايا بيضه ورشه فانيليا. وهقلب كل المكونات دي مع بعض، وبعد كده هنزل بنص كوبايه لبن. وهلمها كده واعجن. في نص العجن هنزل ب4 معالق من الزبده زي ما انتوا شايفين كده، وهفرد. سبتها ساعة تختمر، وبعد التخمير هرش دقيق من فوق ومن تحت، وهفرد زي ما انتوا شايفين كده. السمك بتاعها هيكون كده. وبكوباية عندك، اي كوباية، ممكن كوباية اكبر من كده، وهرش دقيق من تحت وهسيبهم. هرصهم كده زي ما انتوا شايفين، وبعد كده هسيبهم نص ساعة تاني. في الاول بتختمر ساعة، وبعد كده نص ساعة، وبعد كده بشيل الزيادة من الدقيق. وبعد كده في نار متوسطة هحط في الزيت كده. وبعد ما خلصت خرميها بأي حاجة، تعملي لها كده بسكينة بمعلقة بأي حاجة عشان تحشيها. دي نوتيلا أنا سيحتها، حطيتها في كيس حلواني زي ما انتوا شايفين كده. وبالهنا والشفا. ازيكم يا حبايبي؟ النهارده ان شاء الله هعمل حاجة حلوة قوي وسهلة قوي. هنعمل كعكة الفول السوداني، جميلة جدا واقتصادية، ومقاديرها موجودة في كل بيت. وهنستغل موسم البرتقال، كلنا عندنا برتقال. تعالوا معايا. معايا بيضة، ومعايا نص كوباية من السكر، ومعايا تلت كوباية من الزيت، ومعايا نص كوباية من عصير البرتقال، ما فيهاش لبن ولا مية ولا اي حاجة. وهضرب كويس. ومعايا معلقة صغيرة من بشر البرتقال،
ومعايا رشة من الفانيليا. مقاديرها سهلة جدا وطعمها جميل. بعد كده معايا الدقيق، كوبايتين وتلت من الدقيق، عليهم معلقة كبيرة ممسوحة من البيكنج باودر ورشة ملح. وهنزل كده بالتدريج وهلم، مش هعجن. ودلوقتي هشيل المضرب وهلم بايدي، هلم بس مش هعجن. بعد كده خلاص، بعد ما لميتها، بعد كده هرش دقيق وهقسم العجينة كده على 2. وبعد كده هعمل رول زي ما انتوا شايفينه، واقطعه كور صغيرة. قطعيه كور صغيرة. وبعد كده بعد ما تعملي الكور حطيها على دقيق، رصيها على دقيق، يعني رش دقيق وحطيها عليه. وبعد كده هنزل، دي ربع كوباية مية مع معلقة عسل كبيرة. هنزل الاول زي ما انتوا شايفين كده، وبعد كده انزل على الفول السوداني المجروش. بعد كده انا بشتغل كده، بكون مسخنه الفرن على 180، بتاخد حوالي 20 دقيقة. وبالهنا والشفا. ازيكم يا حبايبي؟ النهارده ان شاء الله هعمل الفراخ المشويه او فراخ الشوايه اللي بناكلها بره وريحتها فظيعه وطعمها حلو قوي. تعالوا معايا. معايا بصله وربع، ومعايا قطايه وربع زي ما انتوا شايفين كده، وهحطهم في الكبه وهضرب الخليط مع بعض. وهنزل بمعلقتين صلصه، معلقتين كبار. وبعد كده هضرب الخليط. وبعد كده معايا معلقتين من الزيت زي ما انتوا شايفين كده. ومعايا ليمونة كبيرة معصورة. اضربي الخليط كويس. معايا التوابل بقى، معلقة كبيرة من الملح، معلقة صغيرة من الكمون، معلقة صغيرة من الفلفل الاسود، معلقة صغيرة من بهارات الفراخ. ومعايا شطة، لو مش عايزة شطة خلاص عادي حط بابريكا. وهضرب كله كده مع بعض. فراخ سهلة، مقاديرها سهلة، بس طعمها وريحتها حاجة وهم. جربوا وشوفوا. معايا الفراخ كده عامله لها فتحات. ومعايا معلقة صغيرة من الثوم، في كل فتحة من الفتحات كده هملاها بالثوم.
ده السر اللي بيخلي ريحتها حلوة قوي وطعمها جميل جدا. جربوا وشوفوا. وبعد كده هنزل بالتتبيلة بتاعتي الحلوة دي وهقلبهم كويس وهسيبهم ساعة ساعتين براحتك. كل ما هتسيبيها في التتبيلة اكتر لما تبقى طعمها جميل اكتر. بعد كده هحطها على الشبكة كده زي ما انتوا شايفين. لو عندك شواية فحم حطيها على الفحم، لو عندك كهرباء حطيها على الكهرباء. انا حطيتها في الفرن وبالهنا والشفا. وكل 10 دقايق كده يعني اقلبيها على الوش ده والوش ده عشان تتحمر كلها وتبقى الشكل ده. مستوية وزي الزبدة طعمها حلو قوي قوي وريحتها جميلة جدا. دلوقتي هشوف السوا بتاعها. ازيكم يا حبايبي؟ النهارده ان شاء الله هنعمل الطاجن الجميل ده. هنعمل طاجن البطاطا في منتهى السهولة وسريع جدا. تعالوا معايا. معايا كيلو او كيلو ونص من البطاطا، غسلتها كويس وقطعتها، وهنزل عليها بكوباية لبن. وبعد كده هحط معلقتين سكر، لو بتحبي الحاجة مسكرة زودي. واحط معلقة كبيرة من الزبدة، واحط رشة فانيليا، وهرفعهم دلوقتي على النار وهسيبهم بياخدوا حوالي ربع ساعة لحد ما تستوي معاكي. بعد كده خلاص استوت زي ما انتوا شايفين كده، وطفيت النار خلاص. بعد كده احطها في طاجن او صينية، وهنزل عليها بمعلقتين كبار من جوز الهند، بيديها طعم وريحة حلوة قوي. عندك حطي، ما عندكيش برضو اي مكسرات عندك حطي زبيب مع جوز الهند حلو قوي. هعمل دلوقتي الكريمة اللي هحطها على وش البطاطا، عبارة عن كوباية لبن ومعلقتين سكر او اكتر حسب رغبتك، ومعلقتين كبار من كريم الشانتيه. عندك حطي، ما عندكيش خلاص. ومعلقة كبيرة من النشا. معلقة كبيرة من النشا كده مليانة. انا هعمل كريمة خفيفة وطعمها حلو قوي. هقلبهم كده مع بعض، وبعد كده هرفعها على النار. خلاص انا حطيت البطاطا في الطاجن وهنزل عليها بالكريمة. الكريمة هتكون خفيفة كده، مش هتكون تقيلة.
نحطها على الوش، هوزعها على الوش. شايفين منظره والريحة فظيعة. بعد كده معلقة كبيرة من سكر البودرة هرشها على الوش كده زي ما انتوا شايفين، عشان هي دي اللي هتديله اللون الاحمر الحلو. السكر هيكرمل وهيبقى طعمها فظيع، وهتجربوا وتشوفوا برضو. ما خدتش 5 دقايق في الفرن عشان كل حاجة مستوية، خدت وش بس، وبالهنا والشفا. وممكن تاكليها كده، وممكن تقطعيها وتحط عليها نوتيلا وتحط عليها مكسرات زي ما هتشوفي دلوقتي. يعني براحتك، عايزه تاكليها كده برضو حلوه قوي. عايز تزودي مكسرات وشوكولاته والحاجات دي زودي براحتك، زودي نوتيلا على الوش. ادي القطعه بس هي سخنه قوي، لما تبرد هتتقطع معاكي حلو قوي، لان احنا قطعناها وهي سخنه. وده شكلها برضو كان شكلها حلو. ده الشكل اللي هو بالكريمه، عادي تاكليها كده. عايزه تاكليها بالنوتيلا والمكسرات زي ما احنا عملنا كده برضو بتبقى طعمها روعه. وبالهنا والشفا.